ميشيل حايك يضع الجمهور في حالة من الذهول، فهل توقع انفجار تركيا؟ وما ينتظرنا نهاية 2022؟ برحب بكل متابعين ومشاهدين قناة أنا وهي والنجوم في حلقة جديدة من حلقات التوقعات. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سؤال حلقتنا النهاردة بيقول: ما هي الصور التي بدأت بالحمد؟ ياريت أشوف إجاباتكم تحت الفيديو. ونبدأ حلقتنا النهاردة. فيديو النهاردة هنتكلم عن توقع ميشيل حايك الذي أذهل الجميع بعد تحقق توقعه بانفجار المرفأ خلال سياق توقعاته العام 2020. وكان أثار ميشيل حايك تساؤلات العديد حول علاقة ميشيل حايك بصناع القرار والأحداث في آن واحد، لأن ده ما بيحصلش صدفة، أو ناس معتقدة إن اللي بيقوله ميشيل حايك وحصل مش بيحصل صدفة. زي ما قال ميشيل حايك إن جمر تحت الرماد وأم المعارك في مرفأ بيروت كان ضمن جملة توقعات سردها خلال أكتر من ساعة في قناة MTV اللبنانية، ليعود حايك ويصيب من جديد فيما توقعه لما حدث في تركيا. انتشر فيديو لميشيل حايك اتكلم فيه عن انفجار تركيا زي ما كان بيتكلم عن مرفأ بيروت. قال حايك: تركيا مش ثابتة، تركيا راح تنهز. توالي أحداث وغليان بيخض اسطنبول وبيوصل صداها لأهل الحكم. تركيا مش ثابتة، تركيا راح تنهز. توالي أحداث وغليان بخضوا اسطنبول وبيوصل صداها لأهل الحكم. وفعلا ما توقعه حدث، وهز انفجار دامي يوم الأحد الماضي مدينة اسطنبول في هجوم وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه اعتداء دنيء، وخلف 6 قتلى وعشرات الجرحى. يعني زي ميشيل حايك ما قال إن تركيا هتنهز وهيوصل صداها لأهل الحكم. خلفا العشرات بين قتلى وجرحى، هجوم شنيع حسب ما وصفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي توعد بالكشف عن منفذي الهجوم، مؤكدا أن الإرهاب لن يصل إلى مبتغاه. وده كان رد رجب طيب أردوغان عن اللي حصل في اسطنبول. وارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار اللي هز شارع الاستقلال في منطقة تقسيم بمدينة اسطنبول التركية إلى 6 قتلى و53 جريح. بعد الساعة 4 من بعد ظهر الأحد، وفي وقت كانت المنطقة تعج بالمارة، هز انفجار قوي شارع الاستقلال الشهير الذي يتفرع من ساحة تقسيم في وسط مدينة اسطنبول التركية. وفعلا زي ميشيل محايك الأحداث توالت بالفعل، ووقع انفجار آخر مجهول المصدر في حي الفاتح في اسطنبول أدى إلى اشتعال سيارتين وفقا لما أفادت به روسيا اليوم. وأفادت وسائل الإعلام تركيا باحتراق سيارة أثناء سيرها بحي الفاتح وسط اسطنبول، ما أدى إلى امتداد الحريق ل5 مركبات كانت متوقفة في محيط المكان، حيث سمعت أصوات انفجارات أثناء الحريق ما أدى لحالة خوف وذعر. وفي توقعات إن في تفجيرات تانية هتتوالى في تركيا، لأن لما بيحصل تفجير في مكان بتتوالى بعد التفجيرات، بيبقى مخطط لكذا تفجير يكونوا ورا بعض. ميشيل حايك وصف المشهد بالظبط، وتركيا انهزت بالفعل بهذه التفجيرات. وبعد أن تحقق توقع ميشيل حايك المأساوي، إليكم أبرز ما توقعه ميشيل حايك. تحدث الفلكي اللبناني ميشيل حايك عن تركيا، وتوقع حايك إن رئيس دولة تركيا رجب طيب أردوغان بيخطط لما هو أبعد من آيا صوفيا، وردود أفعال ومفاعيل رجعية على قراره الأول بخصوص آيا صوفيا. وأضاف ميشيل حايك: صفحات تاريخية مليئة بالألغاز سيكون محورها البابا فرانسيس والأمير محمد ابن سلمان. وكشف حايك موعد كشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت قائلا إنها ستظهر في 4 آب، مؤكدا أنه ما من أحد يستطيع إخفاء الحقيقة. يا ترى 4 آب من أي سنة؟ ميشيل حايك محددش السنة، وقال مهما حاولوا لو أبعدوا القاضي سوان، انفجار المرفأ سيدحرج رؤوسا كبيرة وسيسقطون رأسا وراء رأس. ولفت ميشيل حايك إلى نوع
من مواجهة جديدة بين حزب الله وإسرائيل تحت مبدأ العين بالعين والسن بالسن، واستراتيجيات جديدة ستشهدها المنطقة ستحمل توقيع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. وسنشهد صدمة مضادة لإسرائيل والحزب، ولتحديد أهدافه سيستخدم الحزب جميع أنواع الأسلحة ما عدا سلاحه. ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع سيتحدى الأخطار. أما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فسيزيل شكه بأحد المقربين له، وباسيل سيستخدم حنكته لتسجيل نقاط جديدة. أما الرئيس ميشيل عون فمعه تسقط جميع التوقعات ونقطة سوداء في عين التينة. وتوقع حايك انطلاق أحداث من مجمع فؤاد شهاب ومحيطه وغضب في الضحية. وأضاف حايك السلطة الرابعة في وجه التهديد والتوقيف والمحكومين الفارين من السجون سيكون الشغل الشاغل، وسنرى سلاح عشوائي متفلت سيتحول إلى معركة لتصفية الحسابات. وتحدث عن خبر سيصدر عن الرئاستين الأولى والتانية البعض سيراه بشرى سارة والآخرون وجه شوق. وقال إن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون سيشطف الدرج من رأسه لأسفله، وسنرى شخصية من ذوي الحاجات الخاصة في قلب الحكم في لبنان، والجحيم سيشرع أبوابه لمالية لبنان. وتوقع أن يلعب رجل الأعمال بهاء الحريري دورا أكبر في لبنان، وإن صوت إذاعة بيروت انترناشونال سيرتفع أكثر وأكثر. وتوقع الفلك اللبناني ميشيل حايك كذلك قائلا: من دون سابق إنذار وبلحظة كالبرق سيلمع اسم رئيس النظام السوري بشار الأسد، وسيتسبب بصدمة خارج حدود سوريا. ولفت إن عملية ثأرية انتقامية خطيرة بتحمل اسم قائد فيلق القدس الإيراني الأسبق قاسم سليماني بارتدادات عالمية بعيدة المدى. وعلى الصعيد السياسي تحدث حايك عن موجة من الانتقام والتنكيل والحريق ستطال حرمات وممتلكات وزعماء وسياسيين. وتحدث حايك عن ما وصفه تسونامي من الاعتكافات والانسحابات والاستقالات من أعلى المناصب والمراكز حتى أصغر الوظائف المدنية والعسكرية. وبحسب حايك فلن يبقى اسم العقدة في لبنان حزب الله وأمينه العام السيد حسن نصر الله، وسيكون الحل أيضا حزب الله ونصر الله في وجهين وأسلوبين. وقال خلال توقعاته: لا يزال صوت نتنياهو يدج في رأسي، وصدى تهديده للبنان لا يفارق سمعي. وقال الفلك اللبناني حايك إن المسجد الأقصى مركز الأحداث، مضيفا إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بيركب موجات. وأوضح الفلك اللبناني ميشيل حايك إن القيادي الفلسطيني محمد دحلان بيفاجئ الجميع حتى الإعلام، مشيرا إلى أن فصيل فلسطيني بيسبب ورطة لباقي الفصائل كما تعود عهد التميمي للواجهة. وأكد أن هناك بركان تغيير في الجغرافيا والقيادات، قرار دولة وخصوص المستوطنات يحسم لصالح فلسطين. توقع خطر على صحة الرئيس عباس، توقع تلميع العلاقات بين الإمارات وفلسطين. وأضاف ميشيل حايك أدوار بارزة لفنانين في صنع القرار في لبنان الجديد وكما في لبنان وأيضا في سوريا. وأشار إلى أن التسوية الرئاسية الحكومية ستكون شرارة بتولع تسويات أخرى رئاسية حكومية، واللعب بالنار سيفتح شهية اسمين جديدين على رئاستي الحكومة والجمهورية وفقا لتعبيره. نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. أتمنى لو أول مرة بتشوفوا القناة ياريت تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار بكل فيديو جديد. ما تنسوش تدعموني باللايك والكومنت والشير. شكرا ليكم وإلى اللقاء.